السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. النهاردة هنتكلم عن الحواشة. طريقتها سهلة وبسيطة جدا. عبارة عن أول حاجة الحاجات دي بتتجاب من العطار. أولا كمون، وبعد كده قرفة وكزبرة وبصل بودر، ملح، فلفل اسود، بصل، توم بودر. المكونات دي كلها سهلة وبسيطة جدا. أول حاجة هنعملها هنحط اللحمة المفرومة، وبعد كده نحط حطينا التوابل، وبعد كده هنحط فلفل الوان عباره عن احمر وفلفل احمر وفلفل اخضر وفلفل اصفر، وبعد كده البصل، ونقلب المكونات دي كلها مع بعض. كده التوابل كلها اللي احنا عملناها قلبناها مع بعضيهم. هنبتدي بقى نرص في العيش ونحط في الفرن لمدة 20 دقيقة. كده انا خلطت التوابل واللحمه المفرومه مع بعض. يبقى انا كده حطيت لحمه مفرومه، فلفل اخضر، فلفل احمر، فلفل اصفر، التوابل اللي انا قلت لكم عليها اللي هي عباره عن قرفه وكمون وتوم بودر وبصل بودر. المكونات كلها هتلاقوها في صندوق الوصف. بعد ما كده ما عملنا سوينا اللحمه المفرومه مع التوابل والحاجات بتاعتها، هرص بقى في العيش كده واضغط عليه كده عشان ياخد سوا ويبقى متساوي كده مع بعضه. وبالزيت كده وهدهن بقى بيه. زي ما انتوا شايفين كده. والرغيف التاني برضو نفس الكلام. هجيب اللحمه وهرص كده زي ما انا عملت كده، واضغط عليه وادهن كده بالزيت. والرغيف التاني برضو نفس الكلام. كده انا خلصت الحواوشة. هنحطها بقى في الفرن لمدة 20 دقيقة. وخليكم معايا نعمل وصفة تانية اللي هي الشاورما الفراخ. كده بعد ما سوينا الحواوشة اهي معانا، وكده هطلعه من الفرن واوريكم الشكل عامل ازاي. ودي كانت الحواوشة معانا اللي احنا عملناها النهارده. سهله ومقاديرها سهله وبسيطه جدا. يا رب تعجبكم. وخلوني بقى بعد فاصل كده اوريكم كريب الشاورما. كده خليكم معايا يا جماعه. انا كده بقى عملت لكم كريب الشاورما. الخطوات بتاعته اهي. الشاورما الفراخ، فلفل احمر وفلفل اصفر وفلفل اخضر، البصل شرايح، البهارات بتاعته توم باودر، جنزبيل، فابريكيا، ملح، كمون، فلفل اسود، توم باودر، بصل باودر. المقادير بتاعته سهله وبسيطه جدا. اول حاجه هنعملها، هنزل بالبصل، وبعد كده انزل بالفلفل الالوان، وبالمقادير اللي انا عملتها. افضل اخلط الحاجات دي لحد ما تدي اللون اللي هو اللون الصفار، يبقى مصفره كده اللون الذهبي.
كده هنزل يلا. بعد كده هنزل بالفراخ واشوحهم كده واقلبهم مع بعض. كده انا حطيت المكونات كلها، الفلفل الاحمر، فلفل اخضر، التوابل بتاعته كلها هكتبها لكم فوق في صندوق الوصف وخليكم معايا. انا كده هرص معاكم الشاورما الفراخ اللي احنا هنعمل بها الكريب. ادي الكريب معايا اهو، هرص الحاجه. انا كده هعمل الشاورما معاكم وهرصها. وهرص بالطريقه ديت. وادهنها بزيت زي الحواوشة كده. الطريقة التانية برضو نفس الكلام. ورصي برضو الشاورما كده بالطريقة التانية. ودهنها بالزيت. كده حطينا الشاورما في الفرن. لمدة 20 دقيقة برضو على ما تطلع كده. ودي اخر حاجه عملناها النهارده اللي هي الحواوشه والكريب بالشاورما. يا رب الوصفه دي تكون عجبتكم. رمضان كريم، كل سنه وانتم طيبين. ما تنسوش الاشتراك في القناه ولايك في القناه عشان يوصل لكم كل جديد.